عسلامة. وسط اليوم إن شاء الله باش تكون نواصر تونسية بالدجاج بطريقة سهلة وبسيطة، وراهي أحسن طريقة جربتها. أول حاجة حميت الزيت، قليت فيه قرينة فلفل من بعد ما ملحتهم. من بعد نحيت الفلفل وحطيت كعبة بصل بالنسبة للكمية هذه متاع رطل نواصر. حطيت كعبة بصل متوسطة، قصيتها جويدة، دبلتها شوي باش نزيد عليها الدجاج. وبالنسبة ليا ديما نفوح الدجاج بالكركم والزنجبيل. دونك حطيت شطر مغرفة كبيرة كركم ومغرفة صغيرة زنجبيل. قليتهم شوي من بعد دقيقة، ومن بعد باش نزيد الطماطم. خليت الدجاج من الأول تشرب الكركم والزنجبيل، ومن بعد باش نزيد 3 مغارف طماطم كبار، وحليت الطماطم بشوية ماء باش خلاها تتقلى شوي. من بعد ما الطماطم تقلت مع الدجاج باش نضيف 4 سنين ثوم، 4 سنون ثوم متوسطين، شطر مغرفة فلفل زينة، وشطر مغرفة تبلو كروية. وبالنسبة للتبلو كروية متاعي ديما نحط فيه راس الحانوت. نخلطهم مع بعضهم ومن بعد نمرق بالماء السخون. ديما مع التقلية نمرقوا بالماء السخون. واذا مرقتوا من الاول ومن بعد الماء نشف حسيتوا اللي الماء شوي، بالطبيعه كي باش تزيدوا الماء تزيدوه ماء سخون. ومن بعد زدت 50 غرام حمص منفخ وكملت ملحت. وفي نص الطياب متاع الدجاج تزيدوا الخضره، لكن لهنا كي شفت الدجاج نلقاه طاب، دونك نحيت الدجاج وخليت الخضره تطيب. زدتهم شويه ماء على خاطر من الاول حطيت إيترا، ومن بعد زدت ما يقارب 200 ملل ماء. وبالنسبة للخضرة تحطوا ايش تحبوا. حطيت بطاطس في النار، تنجموا تزيدوا زيادة القرع يجي بنين على الاخر. في الوقت هذا خديت رطل نواصر، باكو نواصر فيه 500 غرام، حطيت فيه شوية زيت زيتونة وشوية فلفل أكحل، كعبتين عود قرنفل راهو يبنن على الاخر. وتوا باش نفوروا تفويرة واحدة على خاطر باش نسقيها بالصوص. وهذه الصوص لازمها ما تكونش عاقدة باش نسقوا بها النواصر متاعنا. جيست بعد تفويرة واحدة باش نغمها الكل بالصوص، نغطيها وندخلها للفور على درجة 150 وإلا 160 لمدة 15 دقيقة، ومن بعد نعري عليها من الفوق ونخليها تتجمر لمدة 10 دقائق. هذه النواصر متاعي من بعد ما شربت الصوص متاعها تجي بنينة في حقها، ما تجيش ماسطة، تجي فاوحة على الاخر. وبالنسبة لي الطريقة هذه أحسن على خاطرها باش تتسقى كان بالصوص أكاها وتجي الكعبة فاوحة على الاخر. دونك هذه كانت وصفة اليوم باش نغرف توا منها صحن. إن شاء الله عجبتكم الوصفة، كان عجبتكم ما تنسوش تبرتجوها مع أصحابكم. وتوا مبقى كم باش نقولوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلامة.